هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم هو برنامج يطرح حقائق للمؤمنين. هل تعلم معاملات الله هي كي تقودك إلى التوبة؟ أخوي أختي، أهلا وسهلا بكم بلقائنا جديد من برنامجكم هل تعلم؟ هل تعلم أن معاملات الله هي كي تقودنا إلى التوبة؟ التوبة هي فحص وإدانة النفس ورفض الخطية وتغيير الفكر والنظرة من جهة الله والخطية والزمان والأبدية، ثم تغيير القناعات والاختيارات والقرارات والعلاقات والمسارات، كل جوانب حياتنا. الكتاب المقدس يقول الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. الاعتراف وحده ما يكفي. كثيرين قالوا أنه أخطأنا، لكن للأسف عادوا إلى نفس المسار وعادوا إلى نفس الخطية، مثل ما صار مع فرعون في كل مرة كان في زمن موسى الله يضربه ويضرب البلد بضربات، كان يقول توبة لكن كان يرجع من جديد ويقسي قلبه. كذلك بلعام بن بعور وعاخان الكرمي والملك شاول مرتين وشمعي بن جيرة ويهوذا الأسخريوطي وغيرهم. الكتاب المقدس يقول لنا الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هو لا شك ما يريد أن الناس تهلك، والكتاب يقول وهو لا يشاء أن يهلك أناسا بل يقبل الجميع إلى التوبة. لكن مشكلة الإنسان الحقيقية أنه يرفض الله ويحب الخطية. ويقول الله في سفر الأمثال إلنا لأني دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي. وقال الرب يسوع وهو يرثي أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. وقال عن كنيسة ثياتيرا في سفر الرؤيا أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب. وقال الرسول بولس في الكتاب المقدس أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. أخويا وأختي، توبة ضرورية وحتمية لأنه قدامنا دينونة معدة وغضب الله اللي نازل على خطايا البشرية. وقال رب يسوع يحذرنا مرتين، وقال في إنجيل لوقا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال بولس أيضا الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. والخاطئ يحتاج أن يتوب ويرجع إلى الله حتى يحصل على العفو والغفران. والكتاب المقدس يقول ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. ومرات كثيرة الله يكلمنا وسط الظروف في العالم، وممكن يكلمنا بصوت منخفض مثل ما صار مع ليدية عند النهر في الكتاب المقدس. فتح الرب قلبها حتى تسمع كل اللي قاله بولس وتكلم معها بكل هدوء وسمعت صوت الله من خلال بولس. أو يتكلم بزلزال مثل ما صار مع سجان فيليبي لما كان بولس مسجون في سجن فيليبي. وهالأيام الله يكلمنا وسط رعب اسمه وباء كورونا اللي اجتاح العالم، والله يتكلم لجميع الناس بصوت يهز الضمير، لكن من يسمع ويتوب ويرجع؟ الله يعرف كيف يقتاد النفوس للتوبة بطرق مختلفة.
مثل ما صار مع معاملاته مع أخوة يوسف اللي إجوا في وقت الجوع حتى يأخذوا الطعام من مصر، ولما كان يوسف متسلط على كل أرض مصر. لما عرفوا أنه هذا يوسف، أخوة يوسف خافوا أنه يدخلوا للبيت، لأن ضميرهم المحتاج ما قادر يفهم نعمة الله، لأنهم هم أخطأوا نعم، لكن النعمة في انتظارهم حتى يكونوا عايشين الخير والسلام. ومن معاملات الله أيضا مع الملك نبوخذ نصر، كان الله حذره بفم دانيال النبي وقال: لتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر، وأثامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك، يطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. وبالفعل تم هذا الشيء في حياة نبوخذ نصر، إذ عاش في البرية مثل الحيوان 7 سنين، لما رجع عقله إلى واستفاد من هاي المعاملات ورجع إلى الرب وقال: من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. وهذا الكلام اللي صار في حياة نبوخذ نصر، واللي رجع بتوبة إلى الله، كان عاش نبوخذ نصر أحلى حياة، وكانت مملكته أعظم مملكة في ذلك الوقت. وأمور كثيرة الله يتعامل بها مع الناس، ما عندنا الوقت إن نسردها كلها، والله دا يتعامل معك حتى ترجع إلى بالتوبة. لقاءنا انتهى، نلقاكم بلقاء آخر، نترككم برعاية الرب. آمين.